السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح مع بعض سلسلة جديدة بتضم واحد من اهم واجمل وامتع وحدات المعمل، وهو وحدة الهيماتولوجي او وحدة امراض الدم. في البداية قبل ما ندخل ونتعمق في التحاليل بتاعة الوحدة دي، عايزين نفهم يعني ايه بلاد. كلمة بلاد جاية، يعني كلمة هيماتولوجي عامة جاية من البلاد، يعني هيما جاية من الدم، هيما يعني دم، فعلم امراض الدم. قبل ما نبتدي في التحاليل لازم نفهم يعني ايه بلاد. البلاد بتاعي هو عبارة عن فلويد، بس في الحقيقة هو مش فلويد بس. البلاد بتاعي هو عبارة عن فلويد زائد سيلز، فعشان كده بيسموه كونكتيف تيشو. يعني ايه كونكتيف تيشو؟ هو عبارة عن السيلز بتاعتك زائد الفلويد اللي هو مين؟ اللي هو البلازما. هنفهم المكونات دي بعدين. فعشان كده بقول لك البلاد بتاعك هو سبيشاليزد بادي فلويد، يعني سائل، يعني سائل في الجسم. يعني ايه سائل في الجسم لا غنى عنه؟ ليه؟ لان هو بينظم لك كل الشغل بتاع جسمك، بيحافظ لك على كل الشغل بتاع جسمك عن طريق ان هو بيربط لك بين الاعضاء وبعضها، بيحافظ على، يعني كانه وسيله تواصل بين الاعضاء وبعضها. الاعضاء بتقعد تبعت رسائل وبعضها عن طريق حاجات بتمشي في الدم. فعشان كده البلاد بتاعنا هو يعني جزء مهم جدا جدا لحياتك. طيب ليه هو جزء مهم جدا لحياتك؟ لانك لو جيت بصيت للبلاد، البلاد هو مسؤول عن نقل الاكسجين والنيوترونز اللي هي المغذيات في جسمك. طيب يعني انت من غير اكسجين ما تعرفش تعيش، فعشان كده سبحان الله ربنا خلق لك البلاد بتاعك ان هو ينقل لك الاكسجين ويعمل لك ريموف للويست برودكت، اللي هي الحاجات اللي الجسم عايز يتخلص منها، عن طريق ان هو يخلصك منها وتخرج بره جسمك. فعشان كده البلاد بتاعك هو كأنه وسيلة مواصلات او وسيلة بينقل لك حاجات ويخلصك من حاجات، او يودي لك اشارات للاعضاء فيربط بين الاعضاء. فعشان كده هو الفلويد لا غنى عنه في الجسم. فاحنا كده فهمنا يعني ايه بلاد. آه البلاد بتاعي ده، يعني البلاد معظمه يعني البلاد بيتكون من خلايا زائد بلازما. طيب الخلايا دي بتتكون فين؟ الخلايا بتاعت البلاد اللي هي الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتليتس. خليها دايما قاعدة في دماغك ان خلايا الدم بتتكون في حاجة اسمها البون مارو. يعني ايه بون مارو؟ هو نخاع العظم بتاعك، بيبقى جواه حاجة اسمها ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية دي اللي بيتكون منها السيلز. ازاي بتتكون؟ انت بيبقى في حاجه اسمها، من غير ما نخش في تفاصيل فيها، بس انت بيبقى في ستيم سيلز دي بيبقى خلايا ايه؟ بيبقى خلايا غير ناضجه. الخلايا الغير ناضجه بتبتدي الاول اما الجسم مثلا يكون محتاج خلايا دم بيضاء او خلايا دم حمراء، يبتدي يبعت اشارات للبون مارو، فالبون مارو يبتدي ايه يعمل ايه؟ يعمل ماتيوريشن للسيلز الموجوده جواه، فتعمل ماتيوريشن، فالخلايا تبتدي تكبر وتنضج. فاول ما تبتدي تكبر وتنضج تروح طالعه فين؟ تروح طالعه في الدم بتاعك. فاحنا مصدر تكوين خلايا الدم بتتكون فين؟ في البون مارو بتاعي. دي لازم قاعده تبقى فاهمها وعارفها، ومعلومه تبقى في دماغك ان خلايا الدم بتتكون عندي في ايه؟ بتتكون منين؟ من البون مارو بتاعي. طيب عرفنا مكان التكوين ومكان التصنيع. عايزين نعرف بقى وظيفه الدم. سيبك من الكلام المكتوب وركز معايا واحده واحده كده. اول حاجه احنا البلاد بتاعنا بيبقى مسؤول عن مين؟ عن نقل الاكسجين والمغذيات لجسمك، بالاضافه الى انه هو بيعمل ايه؟ بياخد لك ثاني اكسيد الكربون يطلعه بره جسمك. ازاي؟ البلاد بتاعي بيبقى فيه حاجه اسمها الار بي سيز او خلايا الدم الحمراء، الريد بلاد كورباسل، اللي هي كرات الدم الحمراء. كرات الدم الحمراء دي ربنا خلقها لك مسؤوله ان هي تنقل لك الاكسجين بتاعك للتيشو بتاعت جسمك كلها، زائد ان هي تاخد لك الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون، تخرجه بره جسمك توديه لللنجز بتاعتك اللي هي الرئتين. فعشان كده احنا بنقول ان البلد بتاعي رقم واحد هو بيعمل ترانسبورتيشن او ترانسبورت للاكسجين ومين والنيوترونز. تاني حاجه بيعمل ريموف للويست برودكت، يعني بيشيل النفايات بتاعت جسمك او الحاجات اللي انت عايز تتخلص منها. فاحنا فهمنا ان البلاد رقم واحد ترانسبورت لاي حاجه. تالت حاجة ان هو بروتكت للجسم بتاعك. ازاي بروتكت للجسم بتاعك؟ ربنا خلق لك حاجة اسمها خلايا دم بيضاء، الوايت بلاد سيلز. دي مسؤولة عن الدفاع، دي الجيش بتاعك جوه الجسم. اي انفكشن او اي بكتيريا تدخل لك او اي عدوى تجيلك، اول حاجة خلايا الدم البيضاء تروح رايحة لها تهاجمها.
فيبتدي مثلا يحصل ارتفاع انخفاض على حسب اللي حاصل في الجسم. فعشان كده بنقول وظيفته ان هو بيعمل بروتكشن للجسم بتاعنا. آه، حاجة كمان ان هو بيعمل فورم للكلوتس بتاعتك اللي هي الجلطات. يعني ايه؟ بيكون لك الجلطات عن طريق مثلا ايه، انت عندك البليتلس او الصفائح الدمويه. الصفائح الدمويه دي بتشارك او بتساعد في تكوين الجلطات. طيب هي الجلطات مهمه؟ ايوه طبعا. يعني مثلا واحد بينزف، فانا عايز يتكون له جلطات توقف النزيف، عشان كده جسمك تلقائي يحاول ايه يساعد نفسه ان هو ايه يكون جلطه يقفل النزيف. فعشان كده برضو دي حاجه مهمه في البلاد. حاجه كمان اللي هو بيعمل ريجوليت للبادي تمبريتشر والبلاد بريشر. يعني ايه؟ يعني درجه الحراره بتاعت جسمك لازم تكون ثابته. لازم تكون ثابته. جسمك اول ما يحس ان في حاجه غريبه في درجه الحراره يبتدي الدم ايه يظبطها. في حاجه غريبه في الضغط بتاعك يبتدي ايه يظبطه، وهكذا. فعشان كده احنا البلاد بتاعنا ده وسيله الحياه بتاعتنا. ده الحياه بتاعت اي انسان. فعشان كده لازم يعني ايه، لازم نهتم بصحتنا على قد ما نقدر. نتابع نفسنا كل فترة، نعمل تحاليل، نطمن على البلاد بتاعنا، نطمن على الدم، نطمن على الخلايا بتاعتنا، نطمن على المناعة بتاعتنا، نطمن على الهيموجلوبين بتاعنا. هنفهم يعني ايه هيموجلوبين بعد كده، بس يعني ايه نعمل تحاليل نطمن عليها بحيث ان احنا كل حاجة دي تبقى كويسة، وهكذا. نيجي بعد كده بقى نفهم البلاد ده بيتكون من ايه بالراحة كده. احنا قلنا البلاد بتاعنا هو كونكتيف تيشو. كونكتيف تيشو يعني ايه؟ يعني سيلز معاها ايه؟ معاها فلويد او معاها اكسترا سيلولار ماتريكس. الفلويد بتاعك اللي هو البلازما. السيلز بتاعتي هي عباره عن الريد بلاد كورباسل والوايت بلاد سيل والبليتلت، زائد الفلويد بتاعي اللي هو البلازما. يعني احنا عندنا مكونين للبلاد: سيلز زائد مين؟ زائد الفلويد. طبعا انت بتشوف الدم معظمه ايه؟ سائل. فالفلويد بتاعتي اللي هي البلازما بتكون 55% من حجم الدم كتوتال ككل، زائد 45% السيلز بتاعتي، الثلاث مكونات اللي على الشمال. يعني احنا معانا اربع مكونات: ريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبليتلت زائد مين؟ زائد البلازما. اربع مكونات رئيسيه في البلاد بتاعي. البلازما 55%، 45% سيلز. هاجي بقى اقول لك حاجه مهمه جدا. الريد بلاد سيلز لوحدها 44% من حجم الدم ككل. طبعا دي حاجة منطقية. انت ما بتشوف لون الدم بتشوفه لونه ايه؟ بتشوفه لونه احمر نتيجة ان في ملايين من الخلايا الدم الحمراء. فعشان كده لما اجي اقول لك النسبة تبقى نسبة انت فاهمها وعاقلها كويس. طيب هيبقى 1%. الواحد في المية دول متوزعين على الوايت بلاد سيل زائد البليتلت. شايف انت الصورة اللي على اليمين تحت اهي؟ في طبقة فوق صفرة، دي البليتلت زي ما شرحناها قبل كده. وفي طبقة تحت لونها احمر، دي الريد بلاد سيلز. في طبقة في النص كده بينهم، دي عبارة عن الوايت بلاد سيلز زائد المين؟ زائد البليتلتس. وكنا مسمينها قبل كده حاجة اسمها البافي كات. الله ينور عليك. فدي لوحدها بتشكل 1%. فدي نسبتها قليلة جدا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لحجم الدم ككل. طيب فهمنا مكونات الدم. نيجي بقى ناخد واحدة واحدة كده باختصار لحد ما ندخل في التحاليل، وهنفهم كل واحدة من دول وظيفتها ايه بالظبط وايه انواعها ومكوناتها. هاجي اكلمك على الريد بلاد سيلز او خلايا الدم الحمراء. او يعني عشان نبقى منطقيين، يعني هي مش خلايا، هي ايه؟ كورباسلز. نتيجة ان هي ما فيهاش اي نيوكلاس خالص، فعشان كده ما ينفعش اقول عليها كسيلز. عايز تقولها قولها ريد بلاد سيلز عادي، بس هي ايه؟ كحاجة علمية تقول كورباسل. طيب مش موضوعنا دلوقتي. الريد بلاد سيلز دي ربنا خلقها لك، سبحان الله خلقها لك. هو خلقها لك فاضية لغرض معين. لغرض معين. ايه الغرض بتاعها؟ احنا قلنا ان هي بتشيل اكسجين. فانت الاكسجين بتاعك هو الحياة. فتخيل لو الخلايا دي كانت مليانة بحاجات تانية، ما كانتش هتعرف تشيل قدر كبير من الاكسجين توزعه على بقية الجسم بتاعك. فربنا خلاها لك فاضية ليه؟ عشان تعرف تشيل اكبر قدر من الاكسجين. طب مين اللي بيشيل الاكسجين اللي فيها؟ بيقول لك في حاجة اسمها الهيموجلوبين، ده اللي موجود جوه الريد بلاد سيلز. الهيموجلوبين ده اللي بيبقى مالي الريد بلاد سيلز، ده اللي بينقل لك الاكسجين عليه وبيوزعه لك على التيشو بتاع جسمك كله، وبالتالي الاورجنز بتاعتك تعرف ايه؟ تعرف تتنفس. طيب يعني كده وظيفة الريد بلاد سيلز ان هي كاري الاكسجين تو مين؟ تو التيشو بتاعك اللي هو الانسجة. طيب الكربون دايوكسيد بيبقى الجسم عايز يتخلص منه ويطلعه للرئتين عن طريق مين؟ برضه الهيموجلوبين. يروح شايل لك الكربون دايوكسيد مطلعه لك بره الجسم.
فعشان كده خلايا الدم الحمراء دي مهمة جدا جدا جدا، وسبحان الله ربنا خلاها لك بالملايين، لانك محتاج اكسجين كتير، فعشان كده ربنا خلاها لك بالملايين وخلاها لك فاضية عشان تبقى مليانة من جوه هيموجلوبين، يعرف يشيل مين؟ يعرف يشيل الاكسجين جامد ويمسك فيه ويوديه للخلايا بتاعتك. يعني كده عايزين نقول كلمة مختصرة للار بي الريد بلاد سيلز ان هي ايه؟ نقل الغازات، بتنقل لك الغازات وتوصلها لمكانها. طيب تاني حاجة الوايت بلاد سيلز او خلايا الدم البيضاء. خلايا الدم البيضاء زي ما قلنا هي وظيفتها الدفاع عن جسمك، هي الديفند بتاع جسمك، بتدافع عن جسمك او بالبروتكشن لجسمك ككل من اي بقى اي عدوى. اي عدوى تجيلك خلايا الدم البيضاء بانواعها، هنفهم يعني ايه خلايا الدم البيضاء بانواعها، بس تبقى عارف الوايت بلاد سيلز دي مسؤولة عن الدفاع بتاع جسمك، ده الجيش بتاع جسمك اللي بيهاجم اي مرض. تالت حاجة البليتلت، ودي مهمة جدا جدا جدا، ان هي بتعمل لك ايه؟ بتساعد في الكلوتينج بروسيس، بتساعد في عملية الجلطة. يعني بتساعد، هي بتشارك في عملية الجلطة. ايوه هي مش بتكون الجلطة ككل، يعني لسه هنفهم تكوين الجلطة وهنشرحه مع بعض ان شاء الله. بس هي مش يعني ايه، هي مش بتكون لك الجلطه، هي مش لوحدها، بس هي بتساعد في تكوين الجلطه. طب لو مش موجوده، الشخص ده ممكن يحصل له نزيف، ممكن يحصل له بليدنج كتير. فعشان كده لازم نكون ان الحاجات دي في النورمال رينج بتاعنا الطبيعي. اي خلل في اي حاجه من دول، في اي عنصر من دول، سواء الريد بلاد سيلز او الوايت بلاد سيلز او بليتلت، ممكن يدخلوك في مشكله. فعشان كده احنا الاصح اللي احنا بنطمن على نفسنا كل فتره عن طريق تحليل بسيط، اللي هو تحليل السي بي سي هنشرحه. نطمن على نفسنا، المناعة عاملة ازاي، الانيميا في انيميا ولا لا، السيولة، الجلطات، الحاجات دي كلها بتحليل واحد بس مش اكتر، هتطمن على نفسك. وكل حاجة تبقى زي الفل ان شاء الله. بعد ما خلصنا بقى فهم الدم ومكوناته، عايزين بقى ايه؟ ده شغلنا بقى اللي هنخش فيه، هندخل في الجد. ايه اشهر التحاليل اللي احنا هنشرحها، او اشهر التحاليل اللي انت ممكن تشوفها اللي انت ممكن تشوفها و... وتبقى عايز تفهمها؟ يعني تحاليل مهمة جدا وحلوة انك تفهمها. يعني حلوه انك تفهمها، مش اللي هو ايه، مش اللي هو نتيجه وخلاص. انا عملت تحليل سي بي سي، انا شغال وعملت تحليل سي بي سي بس مش فاهمه. يعني ايه فايده اللي انا اعمل حاجه ومش فاهمها؟ فان شاء الله هنشرحه مع بعض، واوعدكم ان انتوا هتوصلوا يعني هتوصلوا لاكبر قدر من الاستفاده في كل تحليل من دول. يعني قلت لكم اشهر التحاليل اللي احنا هنتكلم عنها باستفاضه، وبحيث ان انتوا تطلعوا باكبر قدر من الفهم ان شاء الله. ايه اول تحاليل مهم جدا؟ اللي هو تحليل سي بي سي. مفيش حد ما يعرفش يعني ايه سي بي سي، لو الكومبليت بلاد كاونت، صورة الدم الكاملة. ده طبعا تحليل بقى هيقيس لك كل الحاجات اللي احنا قلناها من شوية دي، سواء الريد بلاد سيلز، الوايت بلاد سيلز، البليتلت، الصفائح الدموية، كل الحاجات دي. من تحليل بسيط ممكن اعرف انا عندي انيميا ولا لا، من تحليل بسيط ممكن اعرف انا المناعة عندي كويسة ولا لا، وهكذا. فعشان كده ما نستهونش باول تحليل احنا هنتكلم عليه، وهياخد مننا وقت كبير عشان نفهمه من ناحيه اللي احنا نطمن بيه على نفسنا، ونفهمه من ناحيه الشغل، نفهمه من ناحيه اللي انت لما تيجي تطلع نتيجه تبقى فاهم النتيجه دي طالعه ازاي، والنتيجه دي امتى يبقى فيها مشكله، والنتيجه دي امتى استنتج منها ان المريض ده تعبان فعلا، وامتى استنتج ان المريض كويس. تاني حاجه اسمها ريتيكولوسايت كاونت، هنفهم معناها كويس، بس كحاجه مختصره دي عباره عن ريد بلاد سيلز اماتيور، يعني لسه ما نضجتش، لسه ما وصلتش للمرحله النهائيه بتاعت ان هي تبقى موجوده في الدم ماتيور ناضجه. هنفهمها وهنربطها بين التحاليل المختلفه ان شاء الله. الاي اس ار، او حاجه اسمها الريثرو سيديمنتيشن ريت، او سرعه الترسيب. ده تحليل مهم برضو، هنعرف منه سرعه الترسيب بيعلى امتى، بيقل امتى، وهكذا. حاجه اسمها البلاد جروبس والكروس ماتشنج، ده حاجه خاصه ببنوك الدم وفصائل الدم، وهنشرحها باستفاضه لانها مهمه جدا مهمه جدا، وفي معلومات فيها في غايه الاهميه لازم تكون عارفها. خامس حاجه الكواجوليشن تيست. و الكواجوليشن عامه مهم وممتع، مهم وممتع، فيه تحاليل كتيره وفيه بصوي كتير لازم تكون فاهم. سيبك بقى من التحاليل وشغل التحاليل، لازم تبقى فاهم الكواجوليشن ماشي ازاي، بحيث تيجي تطلع نتيجه، تيجي تتسأل على نتيجة تبقى فاهم ترد عليها ازاي، تبقى فاهم هو ليه حصل مثلا. يعني من ضمن الكواجوليشن تيست حاجة اسمها البي تي او البروثرومبين تايم. معظمنا بيعمل بروثرومبين تايم وهو مش فاهم يعني ايه بروثرومبين تايم. معظمنا بيعمل حاجة اسمها البي تي تي وهو مش فاهم يعني ايه بي تي تي.
مش فاهم هو بيمثل ايه من جسمك، مش فاهم هو لو زاد هو زاد ليه، لو قل ليه، ايه الاسباب اللي تزوده وايه الاسباب اللي تقلله. سادس حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها الهيموجلوبين الكتروفوروسيس، يعني اللي هو الفصل بتاع الهيموجلوبين. عندنا طبعا في انواع مختلفة من الهيموجلوبين، في حاجة اسمها الاي 1 والاي 2 وهيموجلوبين اف وهيموجلوبين اس، انواع كتير من الهيموجلوبين. ده بيهمنا اللي احنا نعمله في تحاليل معينة، بحيث ان احنا نستفاد منه في تشخيص امراض معينة. هنفهمها واحدة واحدة بالترتيب ان شاء الله. كده احنا جمعنا البلاد بشكل مختصر، عرفنا عرفنا يعني ايه بلاد، عرفنا يعني ايه البلاد بيتكون فين، بيتصنع فين، عرفنا مكونات البلاد، عرفنا وظيفة البلاد اللي هو الدم. كده عرفنا اشهر التستات او اشهر التحاليل اللي احنا نتعلمها مع بعض وهنشرحها مع بعض. وعايز اخد رأيكم، هل انتوا عايزيني اشرح لكم التحاليل بقى والتستس دي كباوربوينت، ولا عايزينها كمانيوال، يعني اشرحها لكم مانيوال كده وتخطيط وشرح كده مانيوال بايدي وهكذا. يعني عايز اسمع رأيكم برضو، بحيث ان احنا نوصل باكبر قدر من الاستفادة ان شاء الله. اشوفكم في الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.